بعد ما بنتها ماتت ودخلت تغسل، الأم فضلت تتحايل عليهم لحد ما دخلت معاها الغسل علشان تشوفها للمرة الأخيرة. وأول ما دخلت وبصت على جسم بنتها قعدت تصوت وتقول لهم: دي مش بنتي. الناس فضلت تهدي فيها وتقول لها: يا ستي قولي الله يرحمها وقولي الله يسامحها وإن شاء الله ربنا هيعوضك خير، بس ما تقوليش دي مش بنتك. الناس طبعا ساعتها قالوا بالتأكيد ده بسبب الصدمة وإنها مش مصدقة إن بنتها ممكن يحصل فيها كده. الأم قالت لهم: أنا بقول لكم أنا بنتي المفروض إن في علامة على إيديها بسبب حرق، والعلامة دي برغم ان انا عملت لها اكتر من عملية تجميل بس موجودة لحد دلوقتي. والجثة اللي انا شايفاها دي او البنت اللي موجودة دي مفيش اي علامة على ايديها. وبسبب اللي الام عملته الشرطة اكتشفت جريمة كبيرة جدا وخدعة ما كانش حد ممكن يتوقع ان ممكن انسان طبيعي يفكر فيها. قبل ما احكي لكم الحكاية واقول لكم ايه اللي حصل بالظبط والشرطة اكتشفت ايه وايه الخدعة الكبيرة اللي حتى ابليس ما يقدرش يفكر فيها، طبعا لا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بداية الحكاية من أم وثلاث أولاد أبوهم مات وسابهم لأمهم، وطبعا المعاش كان قليل جدا ما كانش يكفيهم. الأم فكرت إنها تنزل تشتغل وتسيب بنتها اللي عندها 17 سنة تاخد بالها من أولادها الصغيرين. وفعلا نزلت الموقف واللي قدرت تعمله هو شاي وقهوة، وولاد الحلال عملوا لها كشك صغير علشان تقدر تقعد فيه. بس بنتها بصت لقت أمها مش بتجيب فلوس كفاية تقدر تعيشهم بيها، فالبنت فكرت إنها تنزل مع أمها علشان تساعدها وتدخل مشروبات زيادة هي بتعرف تعملها. وفعلا البنت برغم إنها بتاخد بالها من إخواتها كانت بتنزل مع أمها علشان تساعدها، والحالة مشيت وبقت أحسن من الأول. والبنت لما شافت كده قالت لأمها: خلاص يا ماما مفيش داعي تقعدي في المكان، خليكي انتي قاعدة في البيت وأنا هقدر أمشي. والأم فعلا اعتمدت عليها وحست إن بنتها شاطرة وتقدر تمشي المكان لوحدها، وساعتها سابتها في الكشك الصغير ده علشان تشتغل. واتمرت الشهور والدنيا ماشية زي الفل. وفجأة والبنت بتشتغل وبتعمل الشاي اترمت عليها مية سخنة جدا لدرجة إنها شوهت دراعها. أمها طبعا أخدتها على دكاترة كتير وعملت بعض عمليات التجميل، بس للأسف سابت علامة عندها في إيديها. والبنت كانت نفسيتها تعبانة جدا من المنظر ده. ومن هنا اتعرفت على واحد شغال تباح هناك في الموقف، وبدأ يكلمها ويحب فيها ويقول لها قد ايه انها جميلة. وطبعا هي ما كانتش بتسمع الكلام ده، بالذات بعد ما وقع على ايديها المية وحست ان في حاجة ناقصة عندها. هو بدأ يكلمها ان اللي موجود في دراعها ده مش تشوه ولا حاجة، دي علامة زودتها جمال في عينيه. والبنت بدأت تحبه وبدأوا يقابلوا بعض جوه الكشك اللي موجود. وطبعا كان بيحصل ما بينهم بعض التجاوزات. وفي يوم أمها نزلت الكشك مرة واحدة من غير ما تقول لبنتها، واتفاجئت إن بنتها موجودة مع علاء ده وقاعدين لوحدهم في الكشك. وطبعا شافتهم في وضع مش كويس، وأول ما شافت الولد ده فضلت تضرب فيه وتشتم فيه وطردته بره المحل. وفي نفس الوقت مسكت بنتها وضربتها وحلفت إنها مش هتنزل تاني، وإنها غلطت لما اديتها الثقة من الأول. وفعلا البنت قعدت في البيت مع إخواتها علشان تاخد بالها منهم، والأم نزلت تاني علشان تشتغل في الكشك. وبعد تقريبا شهر الأم دخلت على بنتها وقالت لها إن في عريس كويس جدا متقدم لها. بس بنتها طبعا كانت معترضة لأنها كانت لسه بتحب علاء. أمها قالت لها: الولد ده مش هينفعك، الولد ده بما إنه ما دخلش البيت من بابه اعرفي إن هو لعبي، واعرفي إن هو مش بتاع جواز. ثم العريس اللي متقدم لك ده عريس كويس جدا وظروفه حلوة وهيفتح بيت وانت عايزة سند وظهر ليكي في الدنيا، صدقيني ده الأصلح لك. وبعد كلام أمها البنت بدأت تقتنع، وفعلا وافقت على العريس واتجوزت. بعد الجواز ما قدرتش تحبه. بعد سنة ربنا كرمها ببنوتة وحياتها استقرت نوعا ما. وجوزها كان بيعملها في البداية كويس جدا، وبعد كده حس ان ظروف الحياة بقت ضيقة عليه والمصاريف كترت. وهنا قال لها: خلاص انا هشوف رزقي في محافظة تانية وهيجي لها اسبوع كل شهر. ساعتها وافقت وقالت له ربنا يوفقها. بعدها بدأ يتغير معاها، بدأ يهينها وبدأ يعمل حاجات غريبة عمرها ما شافته بيعملها قبل كده. وساعتها عرفت ان هو اتلم على ناس مش كويسة وبيتعاطوا مخدرات، ورجحت في الوقت ده ان هو كمان بدأ يتعاطى المخدرات. وهنا طبعا اتصلت على امها علشان تشتكي لها باللي شافته. اول ما كلمت امها وقالت لها ان هو اسلوبه بقى وحش وانه بيضربها وانه ما بيديهاش فلوس وانها شاكه ان هو بيتعاطى مخدرات واتلم على ناس مش كويسه هناك في الشغل بتاعه، امها قالت لها: لا مش هينفع، لازم اكلمه ولازم ارجعه لدماغه، انا ما عنديش استعداد يعمل فيكي حاجه.
في الوقت ده البنت قالت لها يا ماما ما تخافيش، انا هاخد بالي من نفسي وهحاول اكلمه لحد ما يرجع عن الطريق اللي هو ماشي فيه، وفي نفس الوقت انا مش عايزه اخرب بيتي ولا اعرفه ان انا عرفتك حاجه. فعلا الام سابتها وقالت لها ربنا يهديلك الحال. وبعد تقريبا 4 شهور الام كانت قاعده في الكشك بتاعها وبتشتغل، فجاه لقت رساله جايه لها من بنتها. وطبعا ما خدتش بالها في البدايه لانها كانت شغاله وكان عندها شغل كتير. بعدها تقريبا بساعه بتبص على الرسائل، لقت بنتها بعتلها رساله، بس للاسف هي ما بتعرفش تقرا ولا تكتب. فندهت حد في الشارع علشان يقرا الرساله، واول ما قرا الرساله لقى كلمتين بنتها بعتهم لها، بتقول لها فيهم الحقيني يا ماما. اول ما سمعت كده جريت على طول على بيت بنتها، واول ما طلعت الشقه عندها لقت الباب مفتوح. دخلت لقت بنتها مرميه على الارض، وشها كله مشوه. اول ما شافت المنظر كده قعدت تصوت لحد ما الجيران اتلموا، ومن هنا طلبوا الشرطه وطلبوا الاسعاف. واول ما الاسعاف جت قالت لهم البقاء لله. والشرطه بدات تحقق مع الجيران وتفرغ الكاميرات علشان تعرف مين ورا الجريمه. ومن هنا الام وهي منهاره وبتصوت على بنتها قالت لهم مفيش غيره هو اللي عملها. مين يا ستي اللي عملها؟ قالت لهم جوزها، لانها كانت بتشتكي منه ان هو كان بيضربها في الايام الاخيره وكان بيتعاطى مخدرات، وانا في الوقت ده كنت خايفه عليها بس هي رفضت ان انا اكلمه، بالتاكيد هو اللي عمل فيها كده. في الوقت ده الشرطه اول ما سمعت الام بتقول كده اول حاجه قبضوا على الزوج بتهمه القتل، لان مفيش متهم قدامهم غير الزوج ده على اساس كلام الام. واخدوا المتهم وعرضوه على النيابه وبداوا يحققوا معاه ويستجوبوه. في الوقت ده كل ما يقولوا له حاجه يقول لهم والله انا ما عملت حاجه. يقولوا له ازاي انت كنت بتضرب مراتك؟ والله انا ما كنت بضربها ولا اي حاجه من دي، ولا بتعاطى اي مخدرات. حتى لو انتم مش مصدقين ممكن تعملوا لي تحليل دم وتتاكدوا ان انا ما باخدش حاجه. في الوقت اللي هم بيحققوا مع الزوج فيه امروا بحبسه على ذمه التحقيق، وفي نفس الوقت امروا بتشريح الجثه علشان يعرفوا سبب الوفاه الاساسيه. وبعد ما خلصوا التشريح امروا بدفن الجثه. في الوقت ده المفروض ان هم يغسلوها، وطبعا الام فضلت تتحايل عليهم بعد ما لملمت نفسها من الصدمه انها تدخل تشوف بنتها للمره الاخيره. واول ما الام دخلت على بنتها وشافتها وهي بتتغسل فضلت تصوت للناس وتقول لهم دي مش بنتي. الناس طبعا فضلوا يتحايلوا عليها ويقول لها يا ستي حرام عليكي، قولي الله يرحمها وربنا يصبرك، احنا عارفين ان انت من كتر الصدمه مش مستوعبه. قالت لهم والله العظيم دي ما بنتي، انا بنتي المفروض على دراعها علامه مطرح حرق، ورغم عمليه التجميل اللي انا عملتها العلامه دي لسه موجوده. والجثه اللي قدامي دي او البنت اللي موجوده قدامي دي برغم ان وشها مشوه بس ما فيش اي علامه على ايديها تدل ان في حرق قديم، وايديها الاتنين سليمه، والله دي ما بنتي. ومن هنا طبعا اول ما الام قعدت تصرخ الناس كلها وقفت في حاله ذهول، واول حاجه عملوها بلغوا الشرطه. وهنا الشرطه جت واخدت الام علشان تفهم منها ايه الموضوع بالظبط. فالام راحت حكت لهم نفس الكلام اللي قالته للناس. طبعا الشرطه قدامها كده جريمه قتل، قدامها جثه هم مش عارفين مين هي بالظبط. في الوقت ده النيابه اخلت سبيل المتهم اللي هو الزوج لان مفيش اصلا جثه، وبداوا يجمعوا تحرياتهم تاني علشان يعرفوا اللغز ويحلوه. وفي نفس الوقت وهم بيدوروا علشان يحلوا اللغز اتفاجئوا ان في محضر معمول تغيب لواحده فيها نفس المواصفات اللي موجوده عندهم. وفي الوقت ده النيابه استدعت اهلها، ومن هنا وهم بيكلموهم كانت المفاجاه، اهلها بيقولوا انها اختفت مره واحده وانها متجوزه وان جوزها اسمه علاء. طبعا النيابه في الوقت ده كان جمعت تحرياتها وعرفت ان في واحد كانت البنت دي بتحبه اسمه علاء. وهنا اتاكدوا ان في لعبه وان في حاجه غلط في الموضوع. بداوا يبحثوا عن علاء لحد ما لقوه، بس للاسف ما لقوش لوحده، لقوه معاه بنت الست اللي اختفت مره واحده. فقبضوا عليهم هما الاثنين، وبدات النيابه تفتح المحضر علشان يحلوا اللغز من اول القضيه. فبدات البنت تعترف وتقول انها كانت بتحب علاء وان امها اجبرتها انها تتجوز، ورغم ده انها عمرها ما حبته. وبعد كده بدات تتواصل مع علاء، عرفت ان هو اتجوز وهو مش طايق مراته ولا بيحبها. في الوقت ده اتفقوا ان هم يتخلصوا منهم بطريقه شيطانيه، هو يتخلص منها ويشوه وشها بحيث ما يبانش اي معالم ليها، ولانها نفس الطول ونفس الجسم تقريبا قال مش هيبان اي حاجه، وانت تفهمي امك ان جوزك بيضربك وبيهينك وبيتعاطى مخدرات، بعد ما اخلص منها انا احطها مكانك، وبما انك مقدمه ان جوزك هو اللي كان بيأذيكي هو اللي هيبقى المتهم الوحيد في القضيه، وبكده يبقى خلصنا منهم هما الاثنين. بس للاسف وهم بيرتبوا للجريمه بتاعتهم نسيوا الحرق اللي ساب علامه في دراعها.
وطبعا انا متاكده ان مفيش جريمه كامله، ومهما طال الزمن ومهما طال السنين هتتكشف لان ربك لبالمرصاد. وطبعا دي كانت حكايتنا النهارده. لو عجبتكم الحكايه قولوا لي في الكومنتات، وخليكم معايا في حكايه جديده من حكاوي هناء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.